تاكليها مسلوقة، تاكليها محمّرة، تاكليها مشوية، ما تتاكلش غير كده. أنا بقيت أعشق الطريقة دي بعد ما كانوا بيقولوا لي اعمليها بالبشاميل، قُلت لهم: "لا، لا، لأ، بشاميل إيه؟ هي ناقصة تُخن وأكيد مش هتطلع حلوة." زي حاجات كتير في حياتنا ناس بتقول إيه: "لأ، لأ، إيه ده أنا مش معقول، مش هتطلع حلوة." لحد دلوقتي ناس كتيرة بتقول كده، وأنا أحيانًا وباعترف إن أنا غلطانة لكل المتابعين. أنا عارفة إن كل المتابعين بيعملوا زيي كده، في الشتا بنحبها وما بقتش مسكّرة زي زمان. بقى مش بالبشاميل ولا مشوية ولا مسلوقة، أُمّال إيه يا سوبر ماما؟ قدامكم 5 دقايق تقولوا لي معمولة بإيه المرّة دي، واكتبوا في الكومنت بسرعة وشجعوني. معاكم سوبر ماما، يا رب تفرحوني بالمتابعة على الفيسبوك واليوتيوب يا أجدع ناس في الدنيا، ما تنسوش الشير واللايك. المرّة دي بقى عملتها بالكاستر وراحت في حتة تانية خالص، زي ما أنتم شايفين ما شاء الله متماسكة وحلوة أوي، هاقول لكم على كل تفاصيلها عشان تطلع معاكِ بالحلاوة دي. أول ما قالوا لي عليها بالبشاميل قُلت لا، لا، لأ، أكيد مش حلوة وطلعت تحفة. المرّة دي بقى أنا عملتها تاخدي البطاطا تغسليها كويس وتقشّريها وتحطّي معاها نُص كوباية مَيّة على النار وتشطفيها كويس تاني بعد ما تقشّريها علشان ما تغمقش منِّك ويبقى فيها حتت. هنحطها على النار ونغطيها على نار هادية كده وتسيبيها لحد ما تتهري معاكِ تمامًا. حسيتِ إن هي محتاجة مَيّة مجازًا النار بتاعتِك عالية أو المَيّة اللي جواها اتبخّرت، حطّي حبّة تاني. هنا أنا كان عندي عسل، حطّيت العسل بدل السكر، كنت عاملة عسل عشان كنت عاملة زلابية وفاض مني وما كنتش هاعمل حاجة تانية أرميه، لأ، استخدمته في البطاطا. وهتحطي برضك حبة سكر، يعني هتحطي سكر أو عسل اللي موجود عندِك. أنا العسل اللي كان عندي حبة صغيرة مش ياما، بس حطيت سكر والعسل بتاعي. تقدري تحطي كده وتقدري تحطي كده، لو عندِك الاتنين حطي يا ست الكل مش هيقول لِك لأ. هتدوقيها وتشوفي السكر اللي أنتِ عايزاه زي ما أنتِ حابة بقى. ما تنسيش معلقة سمنة بلدي كبيرة حلوة تقومي رامياها فيها أو زبدة لو عندِك. هننزل بكيلو اللبن بتاعنا الحلو كده في حلة، وهنجيب 6 معالق كاستر وكمان 4 معالق كريم جانتيه أو 6 لو حابين، وعلى حسب زي ما أنتم عايزين بقى. هتحطوا السكر بتاعكم وكمان كيس فانيليا ونقلب كل ده مع بعض. هنحطه على النار، قلبيه على البارد وبعد كده حطيه على النار. وممكن تقدري كمان لو عايزاه أتقل شوية تقدري، بس هو كده حلو المقدار. وهننزل بالقشطة بتاعتنا أو الكريمة بتاعتنا ونقلب كل ده. أنا كان عندي قشطة بلدي بتاعة اللبن حطيتها عليها. قد ايه الكميه؟ على حسب زي ما انت عايزه، ان شاء الله لو ربع كيلو ارمي فيها، هيبقى طعمها حلو قوي ومميزه لحد ما تتقل معاكي زي ما انت شايفه كده. تحطي صبعك في المعلقه الخط ما يرجعش تاني. ولو لقيتيه خفيف معاكي عشان المعالق كلها مش زي بعضها، حطي نص كوبايه ميه وحطي فيها معلقتين نشا او كاستر وقلبيهم وزودي عليهم لحد ما يتقل معاكي. هتحطيها على النار لحد ما تغلي وتحسي ان هي تقلت كويس. نبتدي بقى نجيب الصواني بتاعتك، ادهني الصواني بتاعتك بسمنه بلدي يكون احسن. ما عندكيش سمنه عاديه او زبده اللي موجود عندك اشتغلي، مفيش حاجه تقف معاكي يا ست الكل. احنا عايزين نعمل حاجه حلوه لاولادنا بالموجود عندنا. زي ما انتم شايفين هنحط الكميه بتاعتنا كده اهوت، هنحطها على صينيتين ونسويها كويس. وننزل بقى بالقشطه بتاعتنا او الكاستر اللي احنا عاملينه. وتقدري كمان تعمليها بنشا هتطلع حلوه قوي، بس كانت بالكاستر الصراحه مختلفه. وتقدري تحطي نشا وكاستر الاتنين مع بعض على حسب اللي موجود عندك. وتقدري تعمليها بالبشاميل اللي بجد والله تحفه. هنحطهم بقى في الفرن، هنسويهم كده زي ما انتم شايفين. وتحطي يا ست الكل بقى تديها 10 دقايق من تحت، وبعد كده بقى لو عندك الشوايه فوق وتحت تشتغلي زي ما انت شايفه كده. انا عطيتهم 10 من تحت هما الاتنين، وابتديت افتح عليهم الشوايه اديهم اللون. بس اهم حاجه خلي بالك علشان لما بتحروق كده بتعمل ريحه وحشه، يعني خليها محمره مش محروقه. وعايزه اقول لك بجد تحفه 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 تحفه. يا سلام عليكي وانت قاعده قدام الفرن كده بتعملي حاجه لاولادك ولبيتك مختلفه. سيبك بقى من المشويه والقديم بتاعنا. على فكره الجديد ده طلع حلو قوي، بس احنا اللي دافنين نفسنا في حاجات قديمه. أكيد القديمة تحلى حتى لو كانت واحلة، بس لأ الجديد حلو برضك. لازم نغيّر علشان إحنا دلوقتي ما بقيناش زي زمان. الولاد بتحتاج حاجة حلوة والنفسية بتحتاج حاجة حلوة. أنا فعلًا بقيت أعشقها وبطّلت آكل العادية دي لمّا باعملها، لإنها دلوقتي البطاطا ما بقتش حلوة خالص. هتقلّبي شمال يمين كده عشان ما تتحرقش معاكِ على قد ما تقدري، وتحمّري الاتنين يا ست الكل. عايزة أقول لِك يعني هتعجب الولاد أوي، أوي، أوي. كل اللي كلها من إيدي قال لي بجد تسلم إيدِك، مع إن في الأول ما كنتش طايقة الفكرة، كنت باقول أنا ناقصة تخن هتوديني فين. بس هتعمليها بقى فطار، غدا، تاكليها بعد الأكل بس بعد فترة طويلة طبعًا. خدي لِك قطعة أو 2 أكّلي ولادِك والبيت كله. أنا عايزة أقول لِك في ناس ما كانتش بتطيق اسم البطاطا، دلوقتي لمّا بتلاقي الطبق أنتِ ما عطيتينيش منها ليه؟ اشمعنى أكلتيهم كلهم وأنا لأ؟ بُصّي بقى هتطلع معاكِ زي ما أنتِ شايفة متماسكة كده وحلوة. لازم وأنتِ حاطاها على البوتاجاز تنشّفي المَيّة تمامًا اللي في البطاطا. تخلّي المقدار بتاعِك من فوق يبقى تقيل الكاستر، أو هتعمليها بالمهلبية أو بالنشا هتفرق معاكِ خالص. حطّي بقى حبة فستق لُصدق
سوداني، اللي موجود عندك. اهم حاجه تحمصيهم في الفرن، ما تحمصيش حاجه بسمنه يا جماعه، مش ناقصين تخن. وخدي قطعه او قطعتين مش هتفرق معاكي، بس الطعم بجد خرافي. انا بحط المكسرات بتاعتي في الفرن، ما بحمرش ابدا حاجه بالزبده او بالسمنه لانها بتبقى تقيل. شايفه ما شاء الله. لازم كمان تسيبيها تبرد علشان تبقى متماسكه معاكي كده زي ما انت شايفه. ويفضل تسيبيها في التلاجة لو مستعجله عليها. كمان بالفستق حلوة قوي، احلى كمان من بالسوداني. حتى لو هاتي كمية قليلة بس كده. بنجيب الحاجة غالية من بره، فدلعي نفسك بأبسط الحاجات في البيت. اتمنى تفرحوني بالمتابعة والشير واللايك على الفيسبوك واليوتيوب يا اجدع ناس في الدنيا.